يسعد لي اوقاتكم يا احلى متابعين. اليوم رح نعمل مع بعض الغريبة. بدي نص كيلو طحين، 200 جرام سكر ناعم، و250 جرام سمنة حيواني. اول شي بحط السمنة. السمنة لازم ما تكون دايبة معكم ولا جامدة، طرية بحرارة الغرفة. وبحط لهم 200 جرام السكر المطحون وبحركهم ببعضهم. وهلا بعد ما حركناهم منيح ببعضهم رح ننزل الطحين على دفعات. وهذا بندعكم بايدنا. واهم شي انكم تدعكوها منيح ببعضها. وهلا صارت معي انا جاهزة هيك بدي اياها. رح احطها بالبراد لمدة ساعتين او بالفريزر نص ساعة وبعدين بنبلش شغل فيها. وهلا بعد نص ساعة بالفريزر بكونوا جمدوا معنا. بنكسرهم ونحاول ندعكم نفرطهم مشان نرجع ندعكم ببعضهم منيح قبل ما نبلش فيهم شغل. هلا بعد ما فرطوا معنا رح ارجع ادعكم ببعضهم كتير منيح مشان يكمشوا ويصيروا عجينة شقفة واحدة مشان نبلش فيهم شغل فورا. وهلا بعد ما دعكناها منيح وصارت معي هيك بهذا الشكل، صارت هيك مثل العجينة. رح نزلها عندي على الطاولة مشان ارتاح بالدعك تبعها. وانتو اذا ما لمت معكم وصارت هيك فيكم تحطوا لها معلقة سمنة. وهلا بعد ما صارت عجينتنا جاهزة رح اعملهم كلهم هيك دوائر، سويهم كلهم بنفس الحجم وصفهم بالصينية. تقريبا يكونوا نفس الحجم. انتو بتزينوه باي شيء انتو بتحبوه. انا رح زين نص لوز ونص فستق حلبي. وهي وصفتنا اخواتي اليوم صارت جاهزة. الغريبة ان شاء الله تعجبكم، ولا تنسونا باللايك والمتابعة، وصحتين وهنا للجميع.